أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مشروع الجينوم البشري. في الثلاث حلقات اللي فاتوا رضوى كلمتنا عن الحمض النووي ال DNA وال RNA ولقاحات ال RNA. النهاردة إن شاء الله رضوى هتكلمنا عن مشروع الجينوم البشري. بالنسبة للحلقات اللي فاتت هنلاقي الروابط بتاعتها موجودة في وصف الفيديو ده لو ما كنتوش شفتوها. رضوى ممكن الأول تشرح لنا إيه هو الجينوم؟ كلمة الجينوم دي كلمة إنجليزية معناها كامل التسلسل بتاع حروف الحمض النووي ال DNA اللي كنا اتكلمنا عليه من كام حلقة لكائن من الكائنات الحية. يعني مثلا التسلسل بتاع الحمض النووي بتاع الإنسان أكيد هيختلف عن تسلسل الحمض النووي بتاع نوع معين من البكتيريا أو نوع معين من مثلا ذبابة الفاكهة وهكذا. فالعلماء بيبقوا مهتمين إن هم يعرفوا تسلسل الحروف اللي موجود في الحمض النووي. دلوقتي دراسة التسلسل أصبح علم جديد منتشر في الجامعات، وبقت أقسام ومعاهد قائمة فقط على دراسة تسلسل الحروف اللي موجودة في الحمض النووي بتاعنا. زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة ال DNA، احنا عارفين ان الحمض النووي مكون من 4 حروف مختلفة، هي دي اللي بتكون لغة الحمض النووي، ومعرفة التسلسل بتاعها نقدر يفيدنا في مجالات مختلفة طبية. طيب بالنسبة لمشروع الجينوم البشري، ممكن تكلمينا شوية عن تاريخه؟ هو بدأ إمتى؟ وهل إحنا دلوقتي فعلا عارفين تسلسل الحروف بتاعة الجينوم البشري؟ هو المشروع كان فكرة عند العلماء من فترة طويلة من الثمانينات، بس ابتدوا فعلا فيه في التسعينات، واستغرق تقريبا 13 سنة. يعني العلماء قعدوا 13 سنة علشان يعرفوا تسلسل حروف الحمض النووي بتاع الإنسان. طبعا زمان كانوا بيستعملوا تكنولوجيا قديمة بنستخدمها علشان نعرف تسلسل الحروف. دلوقتي العلم تطور كتير، واحنا مش مضطرين ان احنا نقعد 13 سنة عشان نعرف تسلسل الحروف دوت. بس ساعتها بالتكنولوجيا اللي موجودة هم أخدوا وقت طويل. كان المشروع الجينوم البشري تعاون ما بين 20 جامعة ومركز بحثي في 6 دول مختلفة، كانوا قائمين على ان هم يعرفوا تسلسل الحروف. ازاي بقى القصة ابتدت؟ القصة ابتدت إن هما في الأول العلماء محتاجين ناس متطوعة تتبرع بالدم علشان ياخدوا الدم دوت ويفصلوا منه الحمض النووي بتاع الإنسان اللي هنبدأ ندرسه ونعرف تسلسل الحروف بتاعته. فالعلماء حطوا إعلان في الجورنال في مدينة بافلو ولاية نيويورك سنة 97. كانوا عايزين يجذبوا متطوعين، وفعلا في ناس تطوعت. لكن في بعض العينات لبعض المتطوعين كانت أسهل شوية في إن هم يستخلصوا منها حمض نووي ويكتروه. ولذلك حاليا التسلسل بتاع الجينوم البشري معظمه أكتر من 70% منه جاي من أحد المتطوعين دولت. هم في الآخر أعتقد اكتسبوا 20 متطوع واستخلصوا الحمض النووي منهم. بقى العلماء أخدوا عينات ديت وبدأوا يقروا ترتيب الحروف اللي موجود فيها. الموضوع ده أخد وقت طويل زي ما احنا قلنا، رغم ان هم كانوا بيشتغلوا بالتكنولوجيا اللي موجودة ساعتها اللي بتقرأ تقريبا 1000 حرف في الثانية. الموضوع ده فضل مستمر 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع لمدة 6 سنين علشان يقروا ال3 مليار حرف اللي موجودين في الحمض النووي بتاع الإنسان، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 1 ل3 مليار دولار. لأن صعب بالظبط العلماء يحددوا التكلفة، لأن المشروع كان متقسم على مراكز وجامعات مختلفة في دول كتيرة، لكن التكلفة التقريبية تقريبا من 1 ل3 مليار دولار. قصة جميلة جدا يا رضوى، يعني إن هم قعدوا 13 سنة يشتغلوا، يعني صرفوا الفلوس المهولة دي، وإن قعدوا 6 سنين متواصل عمالين يحاولوا بيقروا الحروف اللي على الجينوم بتاعنا. فهل في الآخر بقى نجحوا؟ يعني بقى عندنا تسلسل الحروف بتاع الجينوم بتاعنا موجود معانا؟ الحقيقة هو في سنة 2000 الرئيس كلينتون رئيس أمريكا طلع وعمل مؤتمر صحفي مع 2 من العالمين اللي كانوا
مسؤولين عن مشروع الجينوم البشري، وقالوا إن إحنا العلماء توصلوا لمسودة مبدئية للجينوم البشري فيها تقريبا تسلسل 90% من الحمض النووي بتاع الإنسان. وبعدها ب3 سنين في 2003 طلعوا العلماء وقالوا خلاص احنا دلوقتي توصلنا للجينوم البشري وخلاص انهينا المشروع. لكن ساعتها برضو ما كانوش عملوا او وصلوا للتسلسل بتاع الحروف كلها، كانوا وصلوا فقط للتسلسل بتاع 92% من الجينوم البشري. ومع الوقت وتقدم التكنولوجيا قدروا العلماء يتوصلوا للتسلسل بتاع الحروف بتاع 100% من الجينوم البشري، وده قدروا يوصلوا له بس السنة اللي فاتت في 2022، إن هم يعرفوا ترتيب الحروف من طرف الحمض النووي للطرف التاني. ليه الموضوع أخد وقت؟ لأن في بعض الأجزاء من الجينوم البشري أو الحمض النووي بتاعنا فيها أماكن متكررة، أماكن الحروف بتتكرر فيها ورا بعض، يعني مثلا 80 80 80 80. فلما الحتة تبقى متكررة، الجزء في الحمض النووي متكرر، بيبقى صعب شوية علينا إن احنا نعرف التكرارات دي طولها قد إيه وتفضل مستمرة لفترة قد إيه. وبالتالي كان لازم إن احنا نطور من الأجهزة اللي بنستخدمها علشان نقرأ ترتيب الحروف، علشان نقدر فعلا نتوصل ل100% من الجينوم البشري اللي احنا فعلا قدرنا نوصل له السنة اللي فاتت. حلو قوي. طيب بعد السنين دي كلها والفلوس اللي اتصرفت والمجهود ده كله، في الآخر العلماء اكتشفوا إيه؟ والاكتشافات بتاعتهم دي ساعدتنا في إيه؟ هي في بعض الاكتشافات اللي توصلوا لها كانت مفاجأة بالنسبة لهم. يعني مثلا احنا قلنا ان ترتيب الحروف اللي موجود في الحمض النووي بتاعنا هي مكون من 3 مليار حرف. هم كانوا متخيلين ان كمية كبيرة من ال3 مليار حرف دول فيهم تعليمات علشان الخلية تصنع بروتينات، لكن اكتشفوا ان نسبة ضئيلة جدا تقريبا 1% من ال3 مليار حرف هي فعلا اللي فيها تعليمات علشان نصنع بروتينات. لكن معظم الحروف اللي موجودة في الحمض النووي بتاعنا ما فيهاش تعليمات للخلية ان هي تصنع بروتين. وزمان كانوا فاكرين ان 99% من الحمض النووي ده ملوش لازمة، حتى كانوا بيسموه حمض نووي فارغ تافه، حمض نووي ملهوش فايدة. لكن طبعا مع الوقت احنا اكتشفنا ان هو مش فارغ ولا حاجة، ان ال99% ده فعلا ليه وظيفة، ان هو بيحدد ايه بالظبط من الحمض النووي بيستنسخ علشان نصنع بروتينات في اي وقت، وبيأثر على درجة الاستنساخ بتاعة الحمض النووي بتاعنا إلى ال RNA أو الرسالة اللي كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. في حاجات كتيرة احنا لسه ما نعرفهاش طبعا، بس دي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، وكانوا بيحاولوا يفهموا ازاي 1% فقط من الحمض النووي بتاعنا هو اللي فيه معلومات علشان تصنع بروتين. اكتشفوا حاجة تانية، عدد البروتينات المختلفة الخلية البشرية تقدر تصنعها تقريبا 22 ألف بروتين. ده رقم أقل كتير من اللي كانوا متوقعينه. العلماء كانوا متوقعين إن الرقم ده أكبر كتير، لكن إحنا الخلية البشرية بتاعتنا مش محتاجة غير ال 22 ألف بروتين دول علشان تقدر تقوم بكل المهام والوظائف اللي جسم الإنسان بتاعنا محتاجها. مع الوقت بقى احنا قدرنا ان احنا نوصل لترتيب الحروف او الجينوم البشري لعدد افراد كتير، مش فقط الناس اللي كانوا ساهموا في المشروع الاساسي اللي كنا اتكلمنا عليه من شوية. وبدأوا العلماء يقارنوا ما بين الحمض النووي بتاع البشر وبعض علشان نشوف احنا الاختلافات اللي موجودة ما بيننا، سواء في شكلنا سواء في عرضتنا مثلا لبعض الأمراض. الاختلافات دي موجودة في نسبة قد إيه من الحمض النووي بتاعنا. تخيلي بقى لقوا إن 99.9% من الحمض النووي بتاع البشر زي بعض بالظبط متطابق، وكل الاختلافات اللي موجودة ما بين البني آدمين هي موجودة فقط في 1% من الجينوم بتاعنا أو الحمض النووي بتاعنا. فدلوقتي احنا عندنا مرجع للجينوم البشري نقدر ان احنا نستخدمه علشان لو حد موجود مثلا عندنا مريض عنده مرض وراثي، احنا نقدر نشوف تسلسل الحروف بتاع الحمض النووي بتاعه او بتاعها
ونقارن تسلسل الحروف ده بالمرجع اللي موجود عندنا. لو احنا مفيش عندنا مرجع مش هنقدر نقارن تسلسل الحروف ده بحاجة، فمش هنقدر نعرف أو نتوصل لسبب المرض الوراثي اللي موجود عند الشخص. لكن عشان احنا دلوقتي عندنا مرجع، نقدر نقارن تسلسل الحروف بتاع المريض بالمرجع، ونحاول نتنبأ ايه الاختلافات اللي موجودة عند المريض بينها وبين المرجع، هل هي دي اللي سببت المرض ولا مش هي. فالمشروع الجينوم البشري انطلق منه علم جديد، هو علم التكنولوجيا الحيوية، اللي بيستخدم الترتيب بتاع حروف الجينوم البشري علشان نقدر نعمل أبحاث ونطور من العلم بتاعنا. شكرا جدا يا رضوى على المعلومات دي. يعني احنا ممكن نلخص مشروع الجينوم البشري ده ان هو مشروع الهدف منه ان احنا نعرف تسلسل الحروف بتاعة الحمض النووي بتاع الإنسان. يعني ممكن نشبهه مثلا بكتاب، والكتاب ده فيه مثلا 1000 صفحة. احنا كده عرفنا تسلسل الحروف الموجودة في الكتاب، فقدرنا نقرأ الرسالة الموجودة في الكتاب. ونقدر يبقى عندنا مرجع عشان نقارن لو حد عنده مرض وراثي، نقدر نقارن التسلسل الموجود عنده بالتسلسل الموجود في المرجع بتاعنا. وإنه من ال1000 صفحة دي العلماء اكتشفوا إن حوالي 10 صفحات بس متوزعين على ال1000 صفحة هم اللي فعلا فيهم رسالة، والباقيين وظيفتهم ليهم وظيفة تانية، بس الوظيفة دي ما هياش إن هم يوصلوا الرسالة اللي هتعمل البروتينات. في الآخر إحنا المشروع الجينوم البشري هو اللي خلى إن إحنا نطور من علم التكنولوجيا الحيوية، ويبقى عندنا مرجع للأمراض الوراثية والسرطانات. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.